فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها ماديسون وهي في رحلة سياحية في تايلاند لوحدها، وبنعرف إن ماديسون بتبقى انفلونسر مشهورة على الانستجرام وعندها متابعين كتير، وعلشان كده بتكلمهم وبتصور لهم فيديوهات يوميا بتحكي لهم فيها عن رحلتها، وبتبان قدام متابعينا إن هي دايما بتحب تجرب حاجات كتير وتسافر وتكتشف معنى الحياة. وبنعرف إن ماديسون بتقوم بالرحلة دي لوحدها لأن حبيبها راين تراجع عن السفر معاها في آخر لحظة بسبب إن عشان هي كده مقدرتش تسافر لوحدها، وبالرغم إن هي بتصور فيديوهات بتبان فيها مبسوطة بالتجربة إلا إن مشاعرها مزيفة، وده علشان المتابعين اللي عندها، وبتكون في الحقيقة حاسة بالوحدة دايما، وكمان متضايقة إن حبيبها راين مسافرش معاها وسابها لوحدها. وبالليل بتقعد في البار بتاع الفندق فبيقرب منها سايح بريطاني كبير في السن وبيحاول يتعرف عليها ويعكسها، وساعتها بتتدخل بنت تانية اسمها كاسي وبنلاحظ إن في وشها وحمة كبيرة، وبتهزق السايح ده لأنه بيضايق ماديسون، وبتعزم ماديسون إن هي تخرج معاها في نزهة بره الفندق علشان تخلصها من السايح ده. فبيخرجوا يتمشوا وبيتعرفوا على بعض، وبتكون عند كاسي فضول تعرف ليه ماديسون مسافرة لوحدها، وبتفتح معاها كلام كتير علشان تعرف ظروفها وعلاقتها بحبيبها راين اللي سابها تسافر لوحدها. وبتركب ماديسون مع كاسي على الموتوسيكل بتاعها وبتاخدها كاسي وبيوصلوا لفوق التلة علشان يراقبوا شروق الشمس، وبتصور فيديو ماديسون لنفسها، وبنلاحظ إن كاسي مش عايزة وشها يظهر في الفيديو، مع ذلك بتاخد كاسي كذا صورة بالكاميرا بتاعتها وبعدها بيقضوا وقت ممتع سوا. وفي نهاية اليوم بتوصل كيتسي ماديسون لغرفتها في الفندق، ولما بتدخل ماديسون للغرفة بتكتشف إن هي تعرضت للسرقة، وطبعا بتتصل بكاسي لأن هي الوحيدة اللي تعرفها في المكان، فكاسي بتقنعها ما تقدمش بلاغ للشرطة لأن مفيش منه فايدة، وبتعرض عليها إن هي تستضيف الفيلا بتاعتها اللي هي مأجراها لحد ما تدبر أمورها، وبتوافق ماديسون وبتروح معاها وبتتكلم مع راين مكالمة فيديو وبتقول لها إن هي اتعرضت للسرقة وهتضطر تقضي أسبوعين كمان في تايلاند. فراين بيتضايق وما بيفهمش الموضوع وبيقعد يلومها وبيبان قد إيه هو مهمل في علاقته بيها، فبيقرر ماديسون إن هي تنفصل عنه وبتنهي المكالمة، وبعدها بتخرج مع كيسي علشان يزوروا سوا الأماكن السياحية، وبتفضل كيسي تاخد لها صور كتير وبتاخدها معاها للموتوسيكل لفيلا تانية مأجراها في وسط الغابة، وبتقولها إن هي محضر لها مفاجأة تاني يوم وإن هما يروحوا لمكان عزيز جدا عليها، وتاني يوم الصبح بيركبوا اللانش سوا وبتاخدها كاسي لجزيرة مهجورة وبيقعدوا سوا قدام النار، وبيتهزر ماديسون مع كاسي وبتسألها إذا كانت جابتها للجزيرة المهجورة دي علشان تخلص عليها، فكاسي بتقولها إن هي مش هتخلص عليها بإيديها وإن هي هتسيبها لوحدها على الجزيرة زي باقي البنات التانية اللي سابتهم قبلها، وهتخليها تفكر قد إيه حياتها تافهة، وبعدها هتسيبها لحد ما تموت من الجوع والعطش، وده لأن هي مش هتقدر تستحمل 3 أو 4 أيام لوحدها هنا، وبتقولها إن محدش هيلاحظ غيابها لأن هي حياتها مزيفة على السوشيال ميديا. فماديسون بتاخد كلامها بهزار وبيضحكوا سوا وبيشربوا سوا وبترقص ماديسون قدام النار، وتاني يوم الصبح بتكون ماديسون نايمة بعد ما شربت كتير جدا من الليلة اللي فاتت، فبتاخد كيسي حاجتها وموبايلها وبتركب اللانش وبتسيبها لوحدها على الجزيرة علشان يكون مصيرها الموت البطيء، وده زي باقي البنات التانية اللي هي عملت فيهم كده قبلها. وبعد 3 أسابيع بنشوف إن كيسي قدرت تخترق حسابات ماديسون وتدفع إيجار الفيلا بفلوسها، وبتفضل كيسي تنشر ما بين فترة والتانية صور صفحة على ماديسون اللي هي كانت بتاخدها، وبتلبس لبسها وبتصور فيديوهات لنفسها وبعدها بتعدل على وشها وبتركب عليها وش ماديسون، وبتستخدم تقنية تقليد الصوت بالذكاء الاصطناعي، فبتبان في الفيديوهات كأنها بتتكلم عادي مع متابعينها وبتصور لهم الفيديوهات دي. وبعد فترة بتدور كيسي على ضحية جديدة ليها من السياح اللي في تايلاند، وبتلاقي على الانستجرام ضحية جديدة وبتعجبها وهي واحدة اسمها جيسكا، وبتقدر توصل لها وبتراقبها وبتتبع تحركاتها وبتدخل وراها المحل وبتحاول تفتح معاها كلام وبتتعرف عليها، ولكن جيسيكا ما بتديهاش أي فرصة وبتسيبها، ولكن كيسي ما بتستسلمش برضه وبتقابلها في الفندق اللي هي نازلة فيه وكأن لقائهم صدفة، وبتقدم لها نفسها وبتقول لها إن هي عندها فيلا مأجراها وسافرت لوحدها علشان حبيبها تراجع وما سافرش معاها، وبتقضي كيسي الوقت مع جيسيكا وبتنشغل انشغالها في التصوير وبتسرق من شنطتها مفتاح أوضتها في الفندق، وده طبعا علشان تسرق حاجتها من الأوضة زي ما عملت مع البنات اللي قبلها، وبتستنى إن هي تتصل بيها وتقولها إن هي اتعرضت للسرقة، وبالفعل بتتصل جيسيكا بيها علشان تطلب مساعدتها، فبتعرض عليها كاسي إن هي تجيلها تبات عندها في الفيلا بتاعتها، وبتروح فعلا جيسيكا للفيلا، ولكن المفاجأة إن هما لما بيوصلوا لهناك بيلاقوا راين حبيب ماديسون واللي بيكون سافر تايلاند مخصوص علشان يصالح ماديسون لأن هي ما بتردش على اتصالاته في الفترة الأخيرة، وبيسأل راين كاسي إن هي تبقى بتعمل إيه في الفيلا لأن هو عارف إن ماديسون هي بتدفع حسابها أجر الفيلا دي، فبتقول لكيسي إن هي صاحبة ماديسون واتعرفت عليها في الرحلة وبتطلب منه يطلع بره لأن ماديسون قالت له إن هما ينفصلوا عن بعض وما ينفعش يكونوا هنا،
لكن راين بيرفض وبيقرر يبات في واحدة من الأوض لحد ما ترجع ماديسون ويتكلم معاها، وبعدها بيتعرف على راين على جيسكا وبيقعدوا يتكلموا سوا، فبتقلع كاسي وبتتدخل كذا مرة عشان تطيعهم ومبتديلهمش فرصة إن هما يتكلموا مع بعض، وهما التلاتة بيكونوا سوا في البار. فبتلاحظ كيزي إن جيسكا سابتهم وخرجت، فبتخرج وراها وبتشوفها هي بتركب التاكس علشان ترجع للفيلا، فبترجع وراها للفيلا وبتمشي السواق التاكسي اللي كان مستنيها بره. وبتكون جيسكا جمعت شنطتها وعايزة تمشي، وده لأن شك في الموضوع كاسي، وبتقولها إن هي عرفت من راين إن حبيبة ماديسون اتعرضت لنفس عملية السرقة اللي هي اتعرضت لها، وإنها مش اللي هي هتدفع إيجار الفيلا زي ما كانت مفهماها، وبتسيبها علشان تمشي. ولكن كيسي بتمنعها وبتضرب راسها في الجدار، وقبل ما تخلص عليها من غير رحمة بتقولها إن مفيش حد هيلاحظ غيابها زيها زي غيرها، وبتحط حسابها في الشنطة علشان تتخلص منها. وفي الوقت ده بيوصل راين وبيسألها عن جيسكا، فبتقول له إن هي طلعت تنام في أوضتها ومش عاوزة حد يزعجها. وبتكون كيسي حاسة بالتهديد من وجود راين، وعلشان كده بتمسك السكينة وبتقرر تطلع للأوضة اللي هو نايم فيها علشان تخلص عليه. وقبل ما بتدخل الأوضة بتسمع صوت إشعار جاي من تليفون جيسكا، فبتفتح تليفونها وبنشوف إن راين ناشر صورة لجيسكا وعامل لها منشن، ولكن كاسي بتكون ظاهرة في خلفية الصورة، وطبعا هي مش عايزة تكون ظاهرة في أي صورة منشورة علشان لو حد حقق في اختفاء جيسكا. فبتقرر إن هي تتراجع وما تخلصش على راين. وتاني يوم الصبح بيلاقي راين كاسي قاعدة بتفطر لوحدها، وبيلاحظ إن في طبق متاكل منه، فبيستنتج إن جيسكا كانت قاعدة معاها من شوية. فبيسألها هي جيسكا فين، فبتقول له إن هي ودعتها ومشت. وفعلا بيلاقي راين الرسالة على تليفونه من جيسكا بتقول له فيها إن هي قررت تمشي فجأة. فبيحاول كيسي بعدها تكون لطيفة مع ريان وتصلح سوء التفاهم اللي حصل بينهم، فبتلحقه هو بره وبتقرب منه علشان يقضوا وقت سوا، وبيروحوا للبار وبيشوفها وهي بتحط له مخدرات في المشروب، وبيرجعوا سوا بعدها على الفيلا وهي بتسنده وبتنيمه كيسي على السرير، وبتفتح تليفونه ببصمة وشه وبتمسح الصورة الأخيرة اللي هو نشرها واللي هي ظاهرة في خلفيتها. والتاني يوم الصبح لما راين بيصحى بيلاقي كيسي نايمة جنبه، فبيفهم إن هم عملوا علاقة سوا امبارح، وإن هو مش فاكر الموضوع ده لأن هو شرب كتير. وبعدها بتوصله كيسي عند العبارة وبتودعه علشان يسافر ويرجع، وبترجع كيسي للفيلا وبتحرق كل متعلقات ماديسون اللي كانت معاها، ولكن بتقرر إن هي تحتفظ بالمذكرات بتاعتها علشان تستمتع وهي بتقراها بعد موتها. ولكن في الوقت ده بنعرف إن راين مسافرش ولسه بيحاول إن هو يلاقي ماديسون، وعلشان كده بيروح للفندق اللي كانت نازلة فيه وبيقعد على البار وبيسأل السائح البريطاني الكبير في السن إذا كان شاف ماديسون، وبيوريه آخر صورة نشرها. فبيقول له السايح إن هو شافها وكانت معاها واحدة عندها وحمة كبيرة في وشها، وكمان بيعلق على الصورة بيقول له إن هي الصورة ديت مش حديثة لأن حالة المناخ اللي في الصورة مش نفس المناخ اللي دلوقتي، وأكيد الصورة دي متصورة من فترة. فهنا بيبدأ راين يشك في الموضوع وبيتفرج على آخر فيديو ماديسون نشرها على صفحتها، وبيقعد يعيد الفيديو ببطء وبيكون مركز جدا على وش ماديسون، وفي لحظة من اللحظات بيقدر يشوف وحمة على وشها، فبيفهم ساعتها إن دي مش وش ماديسون ولكنه وش كيسي متركب على وش ماديسون. فبيقرر يرجع للفيلا وبيتسلل لها وبيدخل غرفة نومه وبيدور فيها وبيلاقي مذكرات ماديسون، فبيتأكد وقتها إن كيسي عملت فيها حاجة وبيستناها لحد ما بترجع وبيضربها وهي مش واخدة بالها، فبتفقد وعيها. ولما بتفوق كيسي بتلاقي نفسها مربوطة وراين قدامها، وبيقرا لها من مذكرات ماديسون وبيعرفها إن هي كذبت عليه في الحاجات اللي هي قالتها له لأن اللي كتبته ماديسون بيقول غير كده، وبيقول له إن هو عارف إن هي عملت فيها حاجة. فبتنكر كاسي وبتقول لماديسون إن هي اعترفت لها إن هو كان بيعاملها بعنف وبيضربها، وإن في رسايل كتبتها لها وهي بتقول فيها كده، وإن هي هتبلغ الشرطة عنه ومحدش هيصدق كلامه. فبيسألها ريان هي عملت ايه في ماديسون، فبترد عليه وبتقول ان هي ما عملتش فيها حاجة ولكن ممكن تاخده وتخليه يشوفها في المكان اللي هي فيه. فبيخرج راين معاها وهي لسه مربوطة وبيروحوا لللانش عشان يركبوا، ولكن كيسي بتقدر تحرر ايديها المربوطة وبتضربه، فبيقع راين في المية وبتنط كيسي وراه وبتمسك فيه وبتغرقه تحت المية لحد ما بيموت. وتاني يوم الصبح بتكتب كيسي منشور على صفحة راين وبيعترف فيه إن هو كان بيضرب ماديسون وخلص عليها ودفنها، وعلشان كده قرر إن هو ينهي حياته ويريح نفسه من الذنب. وبعد كده بتحط كيسي جثة راين في اللانش وبتوديه للجزيرة المهجورة عشان تحط جثته جنب جثة ماديسون اللي هناك، ولكن المفاجأة إن لما بتوصل للجزيرة ما بتلاقيش جثة ماديسون زي ما كانت متوقعة. فبتمسك في إيديها المجرفة علشان في المكان اللي الجزيرة بتدور عليها، وفجأة بتظهر ماديسون من وراها وبتضربها وبتفقدها الوعي، وبنكتشف إن هي قدرت تنجو طول الفترة اللي فاتت. وبتروح اللانش وبتشوف جثة حبيبها ريان، ولما بتفوق كاسي بتبص وبتلاقي إن ماديسون راكبة اللانش وبتبعد، فبتدرك إن هي سابتها لوحدها على الجزيرة المهجورة علشان يحصل لها نفس اللي حصل مع البنات اللي كانت بتسيبهم للموت البطيء.